يا رب تكونوا بخير. يعني الصراحة ما لقيتش وقت مناسب أكتر من كده عشان أسجل الفيديو ده، وأنا عارف إني اتأخرت عليكم فبعتذر عن كده. إحنا في الفيديو ده يا ترى هنعمل إيه؟ إحنا هنتكلم عن شوية حاجات مهمة وأساسية في الجرافيك، أو خلينا نختصر كده ونقول في الأوبن جي إل. أنا عارف الموضوع يمكن يكون رخم عليك شوية، بس يعني ما تقلقش، أنا جاي أطمنك وأقول لك إن إحنا هنحاول نفهمها سوا بقدر الإمكان. أنا بس بعتذر لك إن الفيديو ده في الأول يمكن يكون نظري بالنسبة لك، بس كان لازم أشرح الجزئية ديتي عشان نفهم الدنيا. بص، انا في الاول عايزك بس تنسى كل اللي اتقالك على المادة دي وتركز معايا في اللي انا هقوله لك. كل اللي فات ده فكك منه، ركز معايا تمام عشان ما تشتتش نفسك. فهل انت جاهز ولا مش جاهز؟ في البداية تعالى اقول لك احنا هنعمل ايه باختصار يعني كده. احنا في الاول هديك نبذة مختصرة عن الكود، فكرة الكود باختصار، او يعني نفهم كام ميثود كده شغالة ازاي. طبعا مش هدخل في التفاصيل، تمام، عشان مش عايز برضو ارخم في النظري. تاني حاجة احنا هنعرف المستوى الإحداثي ده أنا بستخدمه ازاي وليه. يعني أبسط مثال زي ما ظهر لك في السكشن أو زي ما استخدمناه في السكشن، احنا رسمنا الحروف. لاحظت إن في عدد منكم عنده مشكلة في المستوى الإحداثي، إن هو بيحدد النقطة مش عارف يحدد النقطة فين. تمام. كمان هنركز أكتر عن ازاي نحدد يعني مكان النقطة المعينة، وكمان نبرنتها في الويندو اللي هتظهر أو نخليها ظاهرة يعني. تمام. فجاهزين؟ يلا بينا. بس في نقطة تاني كمان، أنا في الأول عايز أفكرك إن أنا كنت عملت فيديو عن إزاي تنزل الجودة. فلو ما كنت سمعت الفيديو أو ما كنتش نزلتها، فكده كده هسيب لك الفيديو في الديسكربشن، وهحاول أسيبه لك في الآي اللي بتظهر فوق دي، عشان تروح للفيديو على طول وتنزل وخلص الدنيا وظبطها وتعالى لي. تمام. طيب، أول حاجة أنت هتفتح الفيجوال عادي وهتكريت بروجكت بسي بلس بلس سواء بالكونسول أو امبتي عادي. تمام. وده كود جاهز أنا جبته عشان نرن عليه وعشان نتست ونشوف الدنيا هتمشي إزاي واشرح لك يعني. تمام. انا زي ما قلت لك انا مش هتعمق في الكود، بس تعالى نديك فكره مختصره. اول حاجه تعالى ننزل للمين، لان انت عارف ان المين هي النقطه الانتري بوينت اللي هي البدايه خالص في الابليكيشن بتاعك، هي الاساس. انا بعمل انيشيت عادي للجد. انيشيت يعني بدايه ببدي. بعدين هنا بحدد الديسبلاي مود اللي هيظهر، سواء سنجل او دبل، برضه مش هتعمق معاك. وبعدين هنا نوعيه الالوان اللي هستخدمها ار جي بي مثلا، ريد جرين بلو. بعدين هنا انا بحدد السايز بتاع الويندو اللي هو 500 في 500، السايز بتاع الويندو اللي هي هتفتح لي، اللي هي تكون طالعه. تمام. بعدين هنا بيقول لك ايه، الجلاد كريت ويندو كيرو، يعني اسمها هيكون كيرو. ده باختصار عشان ما نطولش. طب ايه هنا السيت اب ار سي؟ السيت اب ار سي هي عباره عن ميثود عملها، فكرتها حاطط فيها الحاجات الاساسيه اللي هيستخدمها عشان ما يقعدش يتكرر فيها. زي ايه طيب؟ زي اول حاجه الكالر اللي هو هيمسح بيه كلين كالر. تمام. يعني هو خلينا نقول الباك عشان نبقى فاهمين بعضينا، الباك بتاع الويندو اللي هتفتحه. طيب. بعدين مثلا بيحدد حاجات تانية زي ايه، زي اللون مثلا. وكمان بيحدد مثلا لو انا هرسم نقاط، فاكيد النقاط ليها سايز معين. تمام. فهنا حدد اللي هو الجي ال بوينت سايز، حجم النقطه يساوي 10. اوكي. ده بعدين نوعيه العرض، الموضوع ده رخم شويه لحد ما بالنسبه لي، بس واحده واحده وهنفهم. فمش وقته خالص. تمام. كمان تركيزنا هيكون اكتر على الميثود دي، الجلو ارس 2 دي. هي فكرتها باختصار هي المستوى الاحداثي بس. فهمت حاجه؟ لا لسه. طيب، خلينا نبدا بقى ونتغاشم شويه او نركز شويه في الماده دي. مبدئيا انت هنا عندك 4 اجزاء او 4 بارامتر بتستقبلهم الميثود دي. اول حاجه الليفت، بعدين الرايت، بعدين البوتون، بعدين التوب. مش فاهم حاجه. طيب، خلينا نمثل نفتكر بس ان انت عندك ليفت ورايت 0 500، بعدين بوتون و توب من 0 ل 500 برضه. تمام. طيب، تعال نروح كده للبرنامج الرسام ده وافهمك حاجه. يعني ايه من 0 ل 500؟ ادي المستوى الاحداثي. انت عارف ان النقطه اللي هنا في النص دي هي عباره عن ايه؟ ثانيه نكبر خط شويه عشان صغير جدا. هو عباره عن هنا صفر وصفر. يعني انا مش عارف اكتب كويس يعني، بس بحاول بقدر الامكان. افترض يعني ان ده صفر وصفر، هي دي النقطة دي. تمام. النقطة دي صفر وصفر اللي هو اكس، محور اكس، وهنا محور ايه؟ واي. تمام. ثانية واحدة اجيب الماوس هتكون احسن بكتير. تمام ماشي، الصراحة من كاره الماوس يعني، بس بحاول اهو. طيب انا عرفت هنا ان النقطة دي صفر وصفر. طب يعني ايه ليفت ورايت؟ ليفت عارف لما كنا نقول مثلا هنا ايه، ده محور السين بس بالماينس، هنا
او بالنيجاتيف، يعني هنا بوزيتيف، فاكر الجزئيه دي، وهنا مثلا ده بالماينس في المحور الصادات او الواي يعني، وهنا بالبوزيتيف، نفس الفكره. هنا الليفت، ده الليفت وده الرايت، وده البوتوم وده التوب او الاب، يعني هو التوب. اوكي، فهمت حاجه؟ لا لسه. طب هو كان بيقول لك من الليفت للرايت من 0 ل 500. طب فين الزيرو؟ اهو الزيرو، مش ده الزيرو؟ طب 500، هنفترض ان ال 500 في النقطه دي. اوكي، 1 minute بس عشان موضوع الرسم ده صعب شويه. اوكي، افترض ان دي 500 تعبانه شويه. تمام، فانا هنا كده انا معايا اول حاجه اهو الليفت للرايت في الجزء ده. طيب وبعدين بيقول لك من البوتوم للتوب برضو من 0 ل 500. طب البوتوم طبعا قلت لك اللي هو محور الصادات، اللي هو محور واي. فين الزيرو الاول؟ اهو الزيرو. تعال نجيب لون مختلف. طيب لون مختلف، ادي اللون الاحمر، ادي اول حاجه الزيرو. طب ال 500 افترض ان هي هنا. اوكي تمام، كده من 0 ل 500 بس. ده المطلوب منك، هتعمل عادي الشكل ده كده، نوصلهم بعضيها اهو كده. كده ده المستوى الاحداثي بتاعك اللي جوه الويندو اللي انت عملت ايه 500 في 500. يعني مش لو نزلت هنا، انا اول حاجه عملت السايز بتاع الويندو 500 في 500. تمام، ده ملوش علاقه بالجي ال اورس 2 دي، اورس 2 دي تمام، ملوش علاقه، ده مختلف عن ده. بس انا بفهمك ان السايز ده اللي هو من 0 ل 500 في محور السيناء، ومن 0 ل 500 في محور الصادات، جوه النافذه نفسها دي. لسه مش فاهم، انا حاسس انك لسه فعلا مش فاهم. بس تعالى برضو نكمل في المستوى الهندسي كام نقطة هفهم. أنا دلوقتي لو عايز أرسم نقطة في الجزء ده، طب كنت بحددها إزاي؟ تعالى نجيب لون مختلف، الأخضر ده مثلا. أنا كنت لو عايز أنا هحدد على محور السينات والصادات، موضوع ابتدائي، كنت بحدد إزاي؟ الأول محور إكس، محور إكس بكام هنا؟ لو نزلت لتحت فميك إكس 500. تمام، خط كبر شوية. طيب بالنسبة لواي، لو رحت ناحية واي فواي 500. يبقى النقطة دي أقدر أقول إن هي إيه؟ 500 500. وصلت؟ يعني انا لما اقول لك اعمل لي بوينت 500 500، بتعامل في الحافه خالص بتاعه الويندو اللي فاتحه لي بيس. طب اقول لك على فكره عشان تبقى مستوعب معايا وماشي. ادي مثلا ادي اف 5، ده مثلا الابلكيشن بتاعي. عايزك تفترض اهو، ثانيه نجيب لك الرسم تاني اهو، ان السايز ده، شايف السايز ده اللي انا بحدد لك عليه بالماوس، هو نفس السايز ده، هو نفس السايز ده. تمام. طب لو انا قلت لك ان انا عايز البوينت، فكك من البوينت الموجوده هنا دي اللي انا كنت بجرب تست، في الغالب دي 400 في 400، انا عايز 500 و500، فتتوقع مكانها هيكون فين هنا؟ المفروض ان مكانها هيكون هنا، صح؟ تعال نتست الكلام ده ونشوف. يعني انا برضو اعمل نفسك فاهم دلوقتي، وهنفهم الكود مع بعض بعدين. انا بس بفهمك فكره المستوى الاحداثي وازاي برسم بيه، عشان استخدمه بعدين في ان انا ارسم حروف، او يعني كمثال بسيط الحروف اكيد. طب هنا انا بحدد البوينتس، تمام. فالبوينت اللي مرسومه دي، ثانيه واحده بس، هو انا لاحظت يعني ان فيه 2 بوينت مرسومين، 0 0 وكمان 400 400. زي ما قلت لك انا 0 0 اللي هي شايف جت فين هنا اهي، بس مش باينه قوي، يمكن عشان الحافه. مش عارف اذا كنت هتشوفها ولا لا، ما اعرفش كواليتي الفيديو هترسى على ايه في الاخر. تعالى انا اعمل لك زوم عليها واوضحها لك يعني ان شاء الله. بص كده، ادي النقطه الاولانيه، احنا قلنا النقطه دي كام؟ يعني نجيب قلم. النقطه دي اللي هي 400 400 على حسب ما هو رسمها. شايف العلامه دي؟ دي اللي جايه في الحافه خالص في طرف البرنامج. يعني ثانيه امسك لك البرنامج، دقيقه اهو. ما علينا، ادي الحواف بتاعت البرنامج نفسه. شايف؟ ادي الحافه بتاعت البرنامج اهو، دي حافه البرنامج. هتلاقي الزيرو زيرو جاي في الطرف خالص هنا، زي ما هو باين هنا، معلش هو نازل مني شويه، بس هو كده حرفيا. وده زي اللي انا رسمته لك فوق اهو، مش قلت لك دي نقطه الزيرو زيرو، وشبهت لك قلت لك افترض ان السايز ده هو نفس السايز ده. مش عارف اذا كانت باينه لك ولا لا، بس هي صغيره جدا هنا اهي. آه، فهمت حاجة ولا لسه؟ طب تعالى نشوف ال 500 500 ونشوف الكلام. المفروض يعني لما اعمل 500 500 تيجي في الطرف هنا، صح؟ الطرف خالص. اهو هنعمل لك نقطة تاني، تعالى نوقف الاب اهو.
اهو هكتب لك ايه 500 وهنا كمان 500. تعال نرن ونشوف ايه الدنيا. شايف اهي في الطرف. يا رب تكون باينه، انا مش عارف اذا كنت شايفها ولا لا، بس يعني مش عارف ازوم، فاهم. هي عموما هي ظاهره هنا. اقول لك على فكره، احنا ممكن نكبر. ممكن نكبر فينها، خليها لك 20 بس، ممكن تكون اوضح كده. ليه 200 يا جدع؟ اهو. ايه رايك كده؟ مش كده بانت اكتر اهو. وده الزيرو زيرو، يبقى ده الزيرو زيرو وده ال 500 500. طب سؤال، لو انا قلت لك عايز النقطه تكون في النص بالظبط هنا ما بين دي، بقى هتحسبها ازاي؟ تعال للرسم بقى. طبعا احسن حاجه في الماده دي ان انت ترسم عشان تعرف توصل للمعلومه صح. في النص يبقى المفروض تقريبا هتكون هنا. تعال نزود. طب في النص هنا يبقى اول حاجه لازم تكون في نص السينات ونص الصادات. مش ده كلام منطقي؟ طيب يبقى المفروض هتبقى كام وكام؟ نص السينات 200 من 0 ل 500 تجمعهم وتقسم على الاثنين، يبقى فيها ال 250. تمام. ترد ادي دي 250. طيب 0 زائد 500 500 على الاثنين 250، يبقى في النص برضه 250، يبقى 250 250 هي اللي هتترسم في النص. تعال نتست ونشوف الكلام ده، يعني انا مش هجيب حاجه من عندي. اهو. انا برضو لسه ما شرحتش كود، انا بس بفهمك الدنيا. تمام. ادي 250 وادي 250 افهمك عشان لما ترسم بعدين. ادي اف 5. ايه رأيك كده اهو في النص؟ كويس. طيب لا، انا مش عايزها في النص هنا، انا عايزها في النص هنا بالنسبة لمحور الصادات، وعايز واحدة كمان في النص هنا بالنسبة لمحور السينات. بالنسبة لمحور الصادات برضو، بس هنجز في الاخر هنا. هعملها ازاي؟ تعال نفكر شوية. نفصل بس. نروح هنا. انا قلت لك دلوقتي عايز ارسم فين؟ واحدة هنا في الطرف ده، واحدة في الطرف ده، وفي النص. طب مبدئيا في النص ده محور الصادات، وده برضه في نص محور الصادات، يبقى ثابته. صح. ايه اللي بيتغير؟ المسافه اللي على السين. مره السين هنا كانت بزيرو، ومره كانت بكام؟ ب 500. يعني اقدر اقول لك النقطه دي هتبقى كام؟ تبقى زيرو. كام هنا؟ نص الصادات 250. افترض يعني ان دي 250. اوكي. طب هنا ايه الفرق؟ اول حاجه انا لسه على نفس المستوى بالنسبه لمحور الصاد، فبالتالي هي 250. صح. يعني النقطه الثانيه هتكون كام؟ هتكون سيب مسافة هنا للإكس، وأدي 250 بتاعة الصاد، لأن أنا ما غيرتش حاجة. صح. طيب الإكس هتكون كام؟ اتغير من زيرو، أنا اتحركت كده يمين شوية للرايت ل 500، يبقى 500. وصلت. يبقى زيرو 250، بعدين 500 250. تعالى برضو نعملها أهو. أول حاجة زيرو 250، وأدي التانية 500 250. طبعا كتبت اف ما كتبتهاش مش هتضر، بس عشان هو يعرف ان هو فلوت بس مش اكتر. اف 5 اهو. ايه رأيك كده اهو؟ حلو. واضح موضوع الرسم البياني بتحدد ازاي النقطة مكانها بالظبط فين. افضل حاجة تعملها ان انت ترسم، وبعدين هتلاقي نفسك بتجيب، تعرف يعني تظبط الدنيا. بيس. تعال نبدأ بقى نفهم كودنج، جزئية الكود. زي ما قلت لك الحاجات دي يعتبر أخدنا فكرة عنها، وكمان أخدنا فكرة كمان عن المين لحد ما، فكرة بسيطة بس الغرض منها إن أنت ما تملش وتحس إن المادة صعبة. لا، المادة سهلة ولذيذة، مش محتاجة إن أنت تفكر فيها أو تحسبها كده. طيب. اول حاجه الجي ال كلير هي اللي بتمسح الباك جراوند. طب بتمسحها بايه بالظبط؟ بالبفر. جي ال كولر بفر. طب انا بجيب الكولر ده منين؟ هو الكولر ده اللي هو جي ال كلير كولر، باخد اللون ده. طب اللون ده على اي اساس تحدد؟ بالار جي بي. طبعا طالما في ثلاث وحيد، يعني عندك هنا واحد واحد واحد، ده معناه ان الاحمر موجود 100%، كذلك الاخضر كذلك الازرق. اوكي. لما انت تدمج الثلاث الوان دول بيجيب لك ابيض. دي الفكره باختصار. عشان كده الباك لما انت شفتها كانت ايه؟ كانت ابيض. طب تعالى نلعب في الالوان شويه برضه، انا مش عايز اطول صراحه، الفيديو وصل ربع ساعه وده كتير. كده المفروض اللون ايه؟ يكون ازرق. تمام. بس لو لاحظت ان برضه البوينتس هيكون لونها ازرق، لا،
انا عايز البوينتس يكون لونها اسود. هنا انا بحدد لون الحاجه اللي انا هرسم بيه. افترض ان انا معايا القلم اللي انا هرسم بيه، حددت لونه ان هو يكون ايه كده ازرق، لا انا عايزه اسود، يبقى 3 اصفار. يبقى انا كده الباك هتبقى زرقاء، وكمان الدوتس اللي انا او البوينتس اللي انا عاملها هيبقى لونها ايه اسود، لان انا عملتهم كلهم اصفار. تعال نرى. ايه رايك؟ زرقاء بلو، والدوتس او النوجت يعني او البوينتس باللون الاسود. طب ممكن يخطر بالك سؤال، طب يعني انا كده حددت لون واحد، طب لو انا عايز اغير فيما بعد، يعني انا ايه الملل ده وايه الشكل ده؟ لا ينفع عادي، الموضوع مش صعب. انت بتغير عادي، هو بياخد اخر لون انت غيرته. فهمت حاجه؟ لا لسه. تعالى هنا كده اهو. مثلا انا هرسم الكام بوينت دول. تمام؟ اللي هي اول حاجه اقول لك على فكره، طيب نخلي الحواف 2500 500 ل 500 500 اهو، الزيرو زيرو، وتحتيها 400 400 عشان نبقى عارفين برضو اهو. اللي في الحواف لو فاكر اللي هم النوجر دي، هم اللي هخليهم باللون زي ما هم اسود، اللي هم دول. انا هخلي لك النوجر دي خليها اسود، ودي كمان اسود، ومش كان في نقطه هنا 400 400 اللي كانت جايه مع الابلكيشن في الاساس، برضه هتكون اسود. الباقي اللي احنا عملناهم اللي هي دي ودي ودي، هيكون لونها ايه؟ هيكون لونها مثلا خلي ابيض. فنغير اللون ازاي؟ هي نفس الميثود اللي هي جي ال كولر سي اف، احطها هنا. طب انا حطيتها ليه هنا حطيتها بعد الثلاثه اللي انا طلعتهم بره، اللي هو نقطه الاصل، بعدين 500 500 اللي هي الطرف خالص، بعدين 400 400. اوكي. فانا جبت الكولر هنا عادي وحدده زي ما احنا قلنا ابيض، يبقى كلهم بواحد اهو. تعال نرن. نفس البرنامج ده اهم حاجه، لان ساعات بيحصل ايرور بسبب النقطه دي، او دايما بيحصل طالما انت سايب يعني البرنامج شغال. ايه رايك كده؟ اسود اسود اسود، والثلاثه اللي في النص باللون الابيض. تمام. يعني ده كان الفيديو باختصار. يعني اتمنى ما اكونش طولت عليكم. الفيديو احنا عملنا ايه فيه بالظبط؟ شرحنا فكره مختصره عن الكودينج اللي فيه، كمان شرحنا المستوى الاحداثي وازاي بحدد اماكن النقط وازاي برسم، كمان شرحت اهم ميثود عندنا اللي هي جي ال جلو ارس 2 دي حرفيا كانت اهم ميثود، والبارامترز بتاعتهما الليفت والرايت والبوتtom والتوب، ومثلت لهم لك ورسمت لك. يعني اعتقد الموضوع بقى سهل بالنسبه لك ومقبول، عن عكس الاول لو ما كنتش واخد فكره عن الماده دي. اتمنى اكون عرفت اعمل كده فعلا، اتمنى اكون عرفت اساعدك. ويعني سلام. اشوفك في الفيديو الجاي. في الفيديو الجاي هنعمل ايه يعني ان شاء الله، مش عارف ينزل امتى، بس هنحاول نبدأ بقى ندخل في اللاينز، ولو في وقت هنحاول نطبق ان احنا نرسم مثلا حروف معينة زي ما رسمنا في السكاشن، حرف الاي حرف الام والخ من الحروف يعني. الى اللقاء.